السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتم خبيره التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده جايبه لكم سكارب مقشر للجسم رائع جدا، بيبيض الجسم والاماكن الحساسه والجسم كله بشكل عام، كمان منطقه الرقبه، الكوع، الركبه، منطقة المؤخرة، بين الفخدين، كل الأماكن الغامقة في الجسم بيبيضها جدا جدا، بينعم الجسم وبيخلي الجسم رطب وفيه طراوة كده وجميل جدا جدا. الماسك بتاعنا عبارة عن البن المطحون او القهوة المطحونة، بذور القهوة المطحونة. طبعا القهوة سريعة الذوبان لا تصلح، عشان في ناس كانت بتسألني ممكن استبدلها بيها اللي هي نسكافيه والحاجات دي، لا طبعا ما تصلحش. وكمان هضيف عليه زيت الزيتون والسكر العادي بتاعنا. طبعا انا مش عارفه انت هتعملي كميه قد ايه، بس انا هديكي النسبه والتناسب اللي تخليكي تعملي مكونات الوصفه المظبوطه. يعني لو هضيف معلقتين بن هضيف عليهم نص معلقه سكر. يعني لو هعمل على قد مثلا الاماكن الحساسه هحط معلقتين من البن عليهم نصف معلقه من السكر، وهحط عليها كميه مناسبه من زيت الزيتون اللي تخلي الوصفه معانا تبقى قابله للدهن. هحط الكميه اللي انا شايفاها، هحط طبعا كميه صغيره لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هخلطها كويس قوي قوي لحد ما يدوب السكر خالص فيها، وابدا بعد ما ياخد الشاور بتاعي ويكون جسمي ازلت منه الخلايا الميتة وبيكون رطب من اثر الشاور والاستحمام، هبدأ ادلك جسمي بشكل دائري الاماكن الغامقة فيه، او لو عايزة اعمل للجسم كله ده افضل بكتير من الحمام المغربي ورائع جدا. هدلك بيه الجسم كله بشكل دائري واسيبه على جسمي لمدة نص ساعة، وبعد كده ابدأ اغسل جسمي بمية دافية. وشوفي النتائج المذهلة، فعلا نتائج رائعة جدا. ممكن اكرره مرة اسبوعيا. بالنسبة للعرايس المقبلين على الزواج انصحهم يكرروه يوم بعد يوم عشان يجيب معاهم نتائج رائعة جدا ان شاء الله. وهو حتى ان شاء الله بعد ما تلاقي مشكلة الاماكن الغامقة اتحلت ممكن تعمليه بشكل دوري عشان جسمك يكون ابيض، يكون ناعم، يكون رطب، يكون فيه طراوة كده وجميل. ان شاء الله تستخدموه باذن الله يجيب معاكم نتائج رائعه. متنسوش طبعا تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه، وطبعا ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه عشان يوصلكم وصفاتي كلها اول باول. شكرا لمراركم الرائع والسلام عليكم.